موضوع مثير للاهتمام للنقاش في الرياضة اليوم. نتالي صباح الخير. صباح الخير جرير. طبعا تنطلق الثلاثاء المقبل بطولة الإمارات العالمية لتحدي رجال الإطفاء، حدث يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها رجال الإطفاء. وللحديث أكثر عن هذا الحدث العالمي ينضم إلينا باستوديو القائد العام للدفاع المدني سعادة اللواء جاسم محمد المرزوقي. سعادة اللواء، نرحب بكم طبعا ونتشرف بحضوركم في استوديو سكاي نيوز عربية. طبعا الحديث سيكون عن بطولة الإمارات العالمية لرجال الأطفال. حدثنا أكثر عن هذه البطولة، هدفها وطبعا أهميتها. نعم، صباح الخيرات أول شيء، وصباح الخيرات لجمهورنا الحبيب. صباح الخير. والحقيقة يعني هذه البطولة هذه جاية على تزامنا مع آيسنار، معرض آيسنار، هو هذا المعرض طبعا للأمن والسلامة. والحقيقة احنا حبينا نستغل الفرصة هذه ونعمل بطولة لرجال الإطفاء. أعتقد أن رجال الإطفاء يعني بتضحياتهم وببطولاتهم يستحقوا أن نعمل لهم يعني بطولة. وخلال هذه البطولة الحقيقة هي القصد منها أن خلينا نقول يكون نوع من التحفيز لرجال الدفاع المدني، لأن المطلوب لرجال الدفاع المدني مطلوب منهم أنهم يكونون على مستوى من اللياقة، يكونون على مستوى من الجاهزية، ويكونون أيضا على مستوى من العمل بروح الفريق. فالبطولة هذه الحقيقة يعني تحيي خلينا نقول أو تنمي هذه المهارات المطلوبة لرجال الدفاع المدني. فطبعا راح تستمر البطولة في الأيام الثلاثة تزامنا مع المؤتمر. ونحن الحقيقة يعني جرى الاستعداد لهذه البطولة هذه في تصفيات الحقيقة عملناها. راح يشاركوا فيها أكثر من 18 دولة في هذه البطولة هذه. وإن شاء الله يعني راح نحقق الأهداف اللي كنا نبغيها من البطولة هذه، بحيث أن نحن نبرز يعني دور خلينا نقول قطاع الدفاع المدني وأهمية قطاع الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في المجتمع. طبعا هذه النسخة الثانية لهذه البطولة، كان هناك نسخة ماضية عام 2014، هذه النسخة الثانية تأتي بعدها سنتين. سيكون ربما المسار يعني يتضمن 6 مراحل تختبر فيها ربما رجال الإطفاء في كل مراحلها. على ماذا يستند التقييم، يعني على ماذا سيستند التقييم في هذه البطولة؟ طيب، يعني البطولة السابقة الحقيقة يعني كانت يمكن كانوا الدول المشاركين أما أقل كانوا 13 دولة. السنة هاي طبعا 18 بطولة أو 18 دولة مشاركين في البطولة. الحاجة الجديدة عن العام اللي فات أن نحن أضفنا يعني إضافتين. الإضافة الأولى اللي هي الجمهور، حبينا أيضا الجمهور يشارك في البطولة هذه، وأيضا يدخلوا في نفس التحدي اللي يشوفوه ونلاقيه بين يعني أفراد الدفاع المدني في هذه يعني الإضافة الأولى. الإضافة الثانية أيضا الأطفال، هذه الحقيقة شريحة جدا مهمة بالنسبة لنا نحن يعني في سلامتهم، وبالنسبة لموضوع التوعية، وبالنسبة أيضا ممكن حتى نستقطب الأطفال أن يكونون هم أطفائيين المستقبل. فأيضا حبينا أن نشارك الأطفال في البطولة هذه. فكل فئة طبعا رجال الدفاع المدني المحترفين هذول طبعا لهم فقرة خاصة فيهم، لهم تحدي خاص فيهم. الجمهور الحقيقة الجمهور نحن يعني تشاورنا وأيضا تعاوننا مع الصالات الرياضية الموجودة على مستوى الدولة، وأخذنا يعني أفضل 100 مرشح منهم، وطبعا عملنا تصفيات ووصلنا إلى 20 متسابق هم وصلوا إلى المرحلة النهائية، وبينهم 4 نساء. فخلينا ايضا يعني اليوم نعم بالتزامن ربما مع يوم المرأة العالمي. ورأينا ايضا في الفيديو صور لبعض النساء التي تشارك في هذه البطولة، يعني تسمى ربما بطولة رجال الأطفاء. هل هناك سيدات الإطفاء؟ يعني هو يعني مسمى رجال الإطفاء هو يعني يمكن مسمى عام. هم طبعا خلينا نقول ابطال الدفاع المدني، نحن نسميهم ابطال. خلاص هذا اللقب اعتقد انه يستحقونه، يعني رجال ونساء يضحون بحياتهم يعني من اجل حمايه الارواح والممتلكات. فانا اعتقد ان وان شاء الله في دوله الامارات يعني في المستقبل ان شاء الله نشوف نساء الدفاع المدني، ليش لا؟ يعني ما في يمنع. حاليا طبعا ما في حاليا الاقبال بالنسبه يعني النساء يعملون عندنا في مجال الاطفاء، لكن هذه اشياء انا اعتقد ان في المستقبل القريب راح نشوف يعني نساء مستعدين، مثل ما نشوف ان النساء حاليا عندنا يعملون في مجال الشرطه ويعملون حتى في مجالات امنيه وفي مجالات عملياتيه ومجالات ميدانيه. فما
هو مستغرب انه في القريب العاجل ان شاء الله نشوف يعني نساء يعملون في الدفاع المدني. طبعا التحدي بالنسبة لرجال الإطفاء طبعا تحدي صعب. المهنة هذه مهنة الحقيقة بحاجة إلى لياقة، بحاجة إلى مهارات، بحاجة إلى تيم وورك، أيضا بحاجة إلى دقة، وبحاجة إلى الحقيقة يعني إنجاز المطلوب في الوقت المحدد وفي أقل فترة زمنية ممكنة. فكل هالأشياء هذه الحقيقة محتاجة إلى مهارات بدنية ومهارات ذهنية أيضا. فنحن 6 مراحل أختي نتالي تكلمت عنها. نعم، ستكون كلها بشكل فردي أو هناك يعني بعض المراحل بشكل جماعي نعم. سيقوم بها رجال الإطفاء؟ نعم، طبعا في ألعاب راح تكون ألعاب فردية أو يعني مسابقات فردية، وأيضا مثل ما أنا خبرتك أن العمل في الدفاع المدني عمل جماعي، عمل تيم وورك. فنعم في أيضا راح تكون مسابقات جماعية. نعم، كنا تحدثنا أيضا عن تضحيات ربما رجال الأطفاء وطبعا المجهود الكبير الذي يضعونه في هذه المهنة. ما أهمية مثل هذه البطولات في تحفيز ربما رجال الأطفاء في هذه المهنة الصعبة وطبعا المشكورة على كل يعني ما يفعله من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين؟ ممتاز هذا السؤال أختي الكريمة، لأن مهنة الدفاع المدني هي مهنة يعني مرفوعة بالمخاطر، وبحاجة إلى جاهزية، وبحاجة إلى لياقة، وبحاجة إلى استعداد، وبحاجة إلى تدريب. وسلامة رجال الأطفاء وسلامة الأطفائيين هذه يعني بالنسبة لنا نحن رقم 1، وهذا يعني نعمل كل ما نستطيع ويعني نوفر لهم كل وسائل السلامة، ونوفر لهم كل التدريب واللياقة البدنية المطلوبة على أساس أن يوصلون إلى مستوى من اللياقة حتى أن يعني في الحادث يقوم بدوره على أكمل وجه، وأيضا أن سلامته يعني بالنسبة لنا نحن مهمة، ويقدر يعني يقاوم الحريق ويكافح ويقتحم يعني المصاعب وهو يكون جاهز من ناحية اللياقة. فهذه البطولة الحقيقة تحفز رجال الدفاع المدني، وأيضا يعني قد تنمي فيهم بأن ترى موضوع الاهتمام بالصحة والاهتمام باللياقة حاجة أساسية، وحاجة أساسية تمس حياته في عمله. فمن هنا طبعا جاء أو جت أهمية البطولة هذه. هل تقتصر ربما المتطلبات المؤهلة لهذه المهنة فقط على اللياقة البدنية، أو طبعا يعني هناك قوة ربما معنوية متطلبة لهذه المهنة لمواجهة كل هذه يعني بعض الأحيان تكون يعني أحداث مأساوية ويعني مواجهات صعبة جدا؟ أحسنتي، هذا السؤال جدا جميل صراحة. أختي نتالي وأخي الكريم، أنا أعتقد أن رجل الدفاع المدني إنسان، هو في النهاية إنسان. فلما يطلع من بيته ويسلم على أولاده الصباح ويطلع ويقوم يعني انه يؤدي مهام عمله، هو طبعا يعني مش عارف شو المتوقع منه في هذا يوم العمل، لأن مثل ما خبرتكم عمل كله مخاطر. فطبعا لازم يكون جاهز، ولازم يكون طبعا مستعد، ولازم أيضا يكون مستعد حتى نفسيا، لأنه هو في الإطفاء وفي عمليات الإنقاذ قد مثلا انه يكون معرض انه يشوف مثلا خلينا نقول اشياء محترقه، قد يكون معرض، وهذا يعني وارد ايضا في عملنا ان لا قدر الله تكون في اشخاص مثلا محترقين. نشوف على وسائل التواصل في مثلا حوادث السيارات، حوادث الحرائق، قد يكون ايضا اوقات الواحد ممكن حتى انه يتعرض مثلا، قد يكون يعني معرض انه يشوف مثلا طفل لا قدر الله اصيب، او طفل لا قدر الله يعني طبعا وله تاثير نفسي ربما. فهذا التاثير النفسي هذا موجود، ونحن يعني رجالنا ولله الحمد طبعا مؤهلين وعارفين مسبقا بان عملهم يعني معرضين ان يشوفون او يتعاملون مع هذه الاحداث. فهو ايضا نفسيا لازم يكون جاهز، لازم يكون يعني خلينا نقول عارف بان العمل هذا قد يعني يتعرض بالاضافه الى يعني خلينا نقول المخاطر الجسديه لنفسه، هو قد يكون ايضا يعني يتعرض ايضا لمثل هذه المخاطر النفسيه، فهو جاهز للموضوعين. طبعا هل التحديات التي كان يعني يواجهونها في الماضي ما زالت هي نفسها في ايامنا هذه، ام تغيرت ربما التحديات والمواجهات التي نعم. ربما يعني يعاني منها رجال الاطفاء في ايامنا هذه؟ نعم والله يا اختي الكريمه، نعم الحقيقه تغيرت، يعني الزمن تغير. خلينا نقول مثلا المتغيرات اللي حوالينا
أيضا تغيرت، ناهيك مثلا عن التطور العمراني، التطور في أعداد السيارات، التطور أيضا في خلينا نقول في ثقافة الناس. يعني نحن ولله الحمد في دولة الإمارات دولة مفتوحة، يعني الناس ولله الحمد يمكن أكثر من 200 جنسية موجودين ولله الحمد يتعايشون في هذه الدولة بسلام وأمن واطمئنان. فأيضا الثقافات، فأيضا موضوع التوعية وتوصيل رسائل التوعية إلى المجتمع الحقيقة بشتى مثلا أطيافه وثقافاته ولغاته وحتى يعني يمكن حتى معتقداته. فهذه الأشياء هذه بالنسبة لنا نحن الحقيقة لازم طبعا نواكب يعني هذه الأشياء وهذه التحديات. اليوم أيضا نحن يمكن أطلقنا 1/3 من كل سنة اللي هو يوم الدفاع المدني، وأطلقنا يمكن الحملة الدفاع المدني والإعلام الحديث. اليوم يعني الأخبار وخلينا نقول التوعية، وسائل التواصل الاجتماعي، الوسائل الحديثة هذه الحقيقة لازم ناخذها بالاعتبار، لازم تكون يعني لها حصة من اهتماماتنا الحقيقة في الدفاع المدني. يمكن سابقا كانت الوسائل التقليدية اللي هي مثلا التلفزيون والجرائد، اليوم الخبر لا يحتمل بأنه يتأجل مثلا لليوم التالي. فنحن لازم أيضا عندنا مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي يعني سنستفيد من تواجدكم معنا ونسألك ما هي ربما الرسائل، يعني رسائل التوعية التي توجهونها ربما لكل المواطنين، أو ربما نحن هنا أيضا في سكاي نيوز. نعم. احنا طبعا موضوع السلامة هذه تهم كل فرد من أفراد المجتمع، ومتحدثكم أو أول شيء عن نفسي أنا أتكلم. يعني أنا أعتقد أن ولله الحمد في دولة الإمارات العربية المتحدة عندنا يعني جمهور ولله الحمد واعي، جمهور ولله الحمد يعني يقدر جهاز وزارة الداخلية بشكل عام، ويمكن جهاز الدفاع المدني، فنلاقي منهم الحقيقة كل تعاون في موضوع التوعية. احنا بس التحدي بالنسبة لنا نحن كيف نوصل رسائل التوعية هذه إلى يعني كافة شرائح المجتمع. يمكن نحن ابتدينا بأهم شريحة اللي هم الأطفال، وفي برنامج أقدر الحقيقة هذا البرنامج هذا تم يعني تصميمه، والحقيقة هو ابتدأ العام اللي فات، من العام اللي فات ومستمر للعام 2017 يعني نهاية 2017، بحيث أن يعني كل الطلاب اللي في المدارس من الصف الأول ابتدائي إلى حد الصف الثاني عشر كلهم راح يشملهم برنامج التوعية، صف طالب. لأن احنا هم هذيلا يعني إذا نزرع ثقافة السلامة بين الأطفال، هم هذيلا طبعا راح يكونون يعني يعني شو اسمه راح يكونون هم يعني شباب والمستقبل. فنحن حبينا الحقيقة نبتدي بهذه الشريحة هذه ويعني نستمر معاهم، ولأن هم أيضا على فكرة يعني أنا حاجة اكتشفتها أن أفضل حد ممكن يوصل رسائل التوعية إلى يعني الأسر هم الأطفال. يعني يجي ياخذ مثلا المادة التعليمية هذه من ناحية السلامة والوقاية، وهو أفضل واحد من يروح البيت على طول ما يصبر إلا أنه مثلا يخبر أهله ويخبر يعني إخوانه إنزين نحن اليوم شفنا كذا وكذا. فأيضا نحن صراحة استغلينا يعني الوسيلة هذه لنشر ثقافة التوعية. شكرا سعادة اللواء جاسم محمد المرزوقي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لسعيكم الدائم على حماية المواطنين وتأمين الأمن. شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم، شكرا جزيلا، وشكرا لقناتنا المميزة سكاي نيوز. شكرا.